الناس كلها قاعدة تتكلم عن الحكومة وتتكلم عن الأسعار وتتكلم عن الدنيا. طيب وانت فين من كل ده؟ الدنيا غالية، الناس تعبانة، في ظلم ومشاكل. الكهرباء غلي، الغاز غلي، وكل شوية في حمل جديد على الناس. أقسم بالله أنا مش بتكلم من برج عالي، أنا واحد منكم بعيش نفس الضغوط ونفس التفكير ونفس الخنقة اللي الناس عايشاها. بس طول اليوم كلام عن الحكومة وعن الغاز والكهرباء وعن الرئيس وعن الناس. طيب انت صليت الفجر؟ انت علاقتك بربنا عاملة ايه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في واحد من الصالحين قال له الأسعار غليت، قال له لو حبيت القمح بدينار علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني. يعني أنا دوري أرجع لربنا، أصلي، أصلح نفسي، أتقي الله، مش أعيش طول عمري شال الدنيا فوق دماغي وناسي آخرتي. اوعى تفتكر ان الابتلاء معناه ان ربنا مش راضي عن الناس. غزة نفسها ارض الانبياء، ارض مباركة، ومع ذلك شايف ابتلاءاتها تهد جبال. فالابتلاء مش معناه ان الناس وحشة، اوقات بيكون رفعة وصبر واختبار. بس المشكلة ان ناس كتير نسيت الاختبار الحقيقي، نسيت الصلاة ونسيت التوبة ونسيت انك هتقف قدام ربنا لوحدك. الرئيس ليه حساب لوحده، الحكومة ليها حساب لوحدها، وانت ليك حساب لوحدك. كل واحد هينزل قبره لوحده وهيتحاسب لوحده، ومحدش هيشيل ذنب حد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني يوم القيامة مش هتعرف تقول أصل الحكومة كانت السبب. ربنا هيسألك أنت عملت إيه؟ صليت، تبت، رجعت لربنا، ولا كنت طول عمرك بتراقب الناس وناسي نفسك؟ حاسب نفسك قبل ما تتحاسب، لأن في الآخرة كلنا راجعين لربنا. وفي الآخر ربنا يفرج هم كل مهموم ويرزقنا وإياكم الثبات والهداية. وما تنسوش أهل غزة من صالح دعائهم، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويهون عليهم. سلام.